بيقولوا هو السيسي عمل ايه؟ طيب تعالوا نشوف عمل ايه. اتحركنا في كل الاتجاهات والمجالات وسبقنا الزمن علشان نبني بلدنا. عملنا في 7 سنين بس اللي كان ممكن يتعمل في 20 سنة. بنينا 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الثالث والرابع. قضينا على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، ووفرنا الملايين المصريين الحياة الكريمة اللي يستحقوها. بدأنا مشروع حياة كريمة في أنحاء الجمهورية علشان نوفر حياة كريمة ل 58 مليون مواطن مصري، وأكبر 3 محطات توليد طاقة كهربائية بالدورة المركبة في العالم، وأفضل محطة لتوليد الكهرباء بالرياح في جبل الزيت، وأكبر مجمع للطاقة الشمسية في إفريقيا في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان. استصلحنا 1.5 مليون فدان، واللي ساعدوا على زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20%. عملنا 4 مطارات جديدة في العاصمة الإدارية وسفنكس وبرنيس والبردويل. عملنا حملة 100 مليون صحة، وعالجنا ملايين المصريين من فيروس سي. قضينا على قوائم الانتظار في جميع مستشفيات مصر. رجعت مصر لمكانها الحقيقي عربيا وإفريقيا وعالميا. حاربنا الإرهاب ورجعنا الأمان لبلدنا، وحدودنا وحقوقنا بقت خط أحمر. سلحنا جيشنا بأحدث الأسلحة، وطورنا الصناعات الدفاعية والعسكرية الوطنية. أطلقنا قمر صناعي جديد، وبنستعد لإطلاق 4 أقمار صناعية جديدة خلال العام الحالي. بنعمل عملية ميكنة ورقمنة لجميع المصالح والمعاملات الحكومية للتيسير على المواطنين. خلينا الاحتياطي الأجنبي يرتفع ل40 مليار و930 مليون دولار، وقطعنا شوط كبير في أداء استحقاقات دول العالم الخارجي. سددنا 6.5 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الدولية. سددنا كل ديوننا المستحقة لقطر وتركيا اللي استدانها نظام الإخوان. قدرنا نلتزم بسداد 1.4 مليار دولار سنويا لدول نادي باريس. عملنا مزارع سمكية ومشروعات استزراع سمكي هي الأضخم في تاريخ مصر. عملنا مجمعات ومدن صناعية زي مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة صناعة الأثاث في دمياط، ومدينة صناعة الرخام والحجر والجرانيت في هضبة الجلالة. عملنا أكبر مصنع لصناعة الأسمنت في بني سويف. و4000 مصنع للصناعات الصغيرة وكيمة 2. وطورنا شركة النصر للبترول. عملنا شبكة طرق عالمية، وطورنا المواصلات والسكك الحديدية. اتعاقدنا على 1300 عربة قطار سكة حديد و100 جرار وأوناش. عملنا توسعة في مترو الأنفاق، وبدأنا المرحلة الرابعة للمترو. وعملنا قطار مونوريل العالمي اللي قرب على التشغيل. بدأنا تنفيذ القطار السريع من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط. حفرنا قناة السويس جديدة. ربطنا سينا ببقية القطر المصري عن طريق 6 أنفاق من تحت قناة السويس. طورنا المناطق الأثرية اللي عانت سنين من الإهمال، وطورنا وسط البلد بالقاهرة وعملنا متاحف جديدة. طورنا منطقة الأهرامات ومتحف الحضارات وبحيرة الفسطاط، وقريبا هنفتتح المتحف المصري الكبير. بنحارب الفساد بكل أشكاله عن طريق هيئة الرقابة الإدارية. رجعنا كباين وفلل المنتزه مرة تانية، ورجعت اسكندرية عروس المتوسط. رجعنا أرض الدولة المنهوبة بوضع اليد عليها، وقضينا على ظاهرة التعديات على نهر النيل.
اكتشفنا حقول الغاز وبقى عندنا اكتفاء ذاتي، وبقينا نصدر لدول كتير. بنعمل اكتر من 12 محطة تحلية لمياه البحر ومحطات تنقية لمياه الصرف الصحي. فعلا السيسي ما عملش حاجة غير انه وحد المصريين اللي وقفوا في ظهر قائدهم، فعملوا المستحيل. ولسه ده بس جزء بسيط من اللي اتعمل في 7 سنين، واللي جاي اجمل وافضل واحسن واعظم.